السلوك المشين هو تصرف أو فعل ضد اللاعب باستخدام قوة مفرطة أو فعل قاس ضد شخص أو أشخاص بدون تنافس على الكرة. يمكن أن يكون هذا التصرف أو الفعل داخل أو خارج ميدان اللعب، أو تكون الكرة في اللعب أو خارج اللعب. يوقف عن اللعب مباراة واحدة وبحد أقصى 4 مباريات، وعليها غرامة 20,000، وتضاف مباراة أخرى لمدة الإيقاف، وتتضاعف الغرامة المالية في حال التكرار. اللي بعدها افتعال التشابك البدني أو التسبب بالصراع. يوقف عن اللعب مباراة واحدة وبحد أقصى 8 مباريات، تفرض عليه غرامة 25,000 ريال. اللي بعده البصق أو التلفظ البذيء أو الإشارات المشينة أو المهينة أو العدائية تجاه أي شخص. ما في رقم 5 ورقم 4 من مباراة إلى 8 مباريات. نعم. محاولة الاعتداء جسديا على شخص أو أشخاص آخرين. يوقف عن لعب مباراة واحدة وبحد أقصى 7 مباريات، وتفرض عليه 25,000 ريال. هذا الاعتداء جسديا على شخص أو أشخاص آخرين. يوقف عن لعب مباراة واحدة وبحد أقصى 10 مباريات وغرامة 50,000. هذه هذا هي بس خلاص. بس إشارة أبو محمد. نعم. ممكن حتى فوزي عايش يروح على بند رقم 8 اللي هو 10 مباريات على فكرة، مباراة واحدة على حسب. حتى فوزي عايش انه يقول لك الاعتداء جسديا على شخص او اشخاص اخرين. اي نعم. هو اشخاص اخرين مقصود بها أي مش محاولة الاعتداء. في فرق بين محاولة الاعتداء وبين الاعتداء. يعني ممكن في قضية فوزي عايش بس سؤال. لا فوزي ضيع حقه. اوكي بس سؤال بسألك الحين. فوزي عايش شو بيقول لك يا ربي؟ اعتدى على احد رجال الامن. من اللي يحاسب الحين؟ هل رجال الامن يحاسبونه؟ يعني الشرطة تحاسبه ولا الاتحاد؟ رجال الامن بيحاسبونه والاتحاد بيحاسبه. طيب رجال الامن ممكن يعرفون عليه دعوة وكذا؟ اي نعم. طبعا. ممكن يسجن نعم. عليها؟ نعم ممكن يسجن. نعم والله؟ نعم سجن. يدخل سجن، يعرضونه على قاضي. الا اذا تنازل مثلا تنازل الشرطي او الضابط اللي تعرض له. اذا راحت المخبر خالد لا حق العام. اي ترى بعد تختلف يعني تختلف العقوبة بالعمل. يمكن عملية دفع، يمكن دفع يعتمد على التحقيق. غير لما يضربه. يعتمد على التحقيق ابراهيم. التحقيق يبين شنو اللي موجود. اما عملية دفع او هذا ماسكه لا يتصرف. ضرب بوكس يعني. ضربه بوكس. وانا على حسب انا يعني دائما تعرفون ان انا دائما يجيني مسجات، فواحد يقول لي ان لا الشرطي اللي انضرب في المستشفى ايضا. اي لا الشرطي اللي انضرب من فوزي عايش يقول في المستشفى. هاي طبعا انا ما اقدر اكد هالمصادر لان مصدر واحد هو اللي اكد لي، لان انا دائما اعتمد في اخباري على 3 مصادر. لكن في حاله ان اعتداء فوزي على الشرطي نعم، لان حتى احمد مبارك اكد لي، وانا اكثر من شخص اكد لي ان هناك محاوله اعتداء من فوزي، مش محاوله اعتداء من فوزي على احد رجال الامن. على حسب ايضا الاقوال اللي تقال الان والاشياء اللي تتردد عندنا ان اللاعب رايح بيهجم على اللاعب يبي يضرب يوسف السفري يضرب الشرطي. اي يعني سالفه فيها شك شوي. يعني بالخطا ضرب. يعني بالخطا ما يبي يضرب الشرطي، هو رايح بيضرب السفري. راحت يدك في الشرطي يعني. ما هو الشرطي تنسى نوع من الحاجز. ما يبي. لا هو خطا خالد. احنا اكيد خطا ما في شك. احنا نقول فوزي ما عنده اي مبرر يروح يعني ياخذ حقه بيده. نعم. خلاص في ادارته بتاخذ اداره النادي بترفع شكوى، التلفزيون بيثبت له لجنة الانضباط، يعني في طرق اخرى. اما اروح اخذ حقي بايدي هذه يعني هاي قانون القابه الصراحه. نعم والله يعني اليوم الاجواء كانت حلوه في دورينا. انا يعني فرصه الواحد يشكر اتحادنا ورابطه دوري المحترفين ان اليوم احنا شفنا اجواء مثاليه عندنا في دورينا. في الجوله الاخيره عندنا تنافس على الدخول للمربع الذهبي. في الجوله الاخيره صراع على الهبوط لدوري الدرجه الثانيه. تاجل ايضا الدوري لم يختتم لان هناك مباراه فاصله بين نادي السليه ونادي الاهلي لتحديد هويه الهابط مباشره، والفائز راح يلعب مباراه فاصله مع نادي الشمال. هذه الاجواء الجميله شفناها اليوم تحت مظله اتحادنا الموقر وتحت مظله رابطه اللاعبين المحترفين. فبالتالي يعني نشكر ان احنا اتحادنا ورابطتنا على عطائنا هذه الاجواء. وقد يعني نوجه عتب بسيط على جماهيرنا مش اكثر، انه حلو لو كنا متفاعلين مع هذه الاجواء.